الأطفال في الليل. في قرية صغيرة بعيدة عن الزحمة كان في شوية أطفال عايشين في بيت قديم. البيت ده كان معروف في القرية إنه مسكون، لكن الأطفال كانوا دايما بيضحكوا ويلعبوا فيه. كانوا بيقولوا إنهم مش خايفين وإن الليل هو وقت المغامرات. في ليلة من الليالي والسماء كانت مليانة سحاب أسود، قرر الأطفال إنهم يلعبوا لعبة اسمها الظل. اللعبة كانت بسيطة، كل واحد يختار مكان ويختفي فيه، واللي يلاقي التانيين الأول هو اللي يكسب. ابتدوا يلعبوا وضحكاتهم كانت بتعبر كل أركان البيت، لكن مع مرور الوقت بدأوا يحسوا إن في حاجة غريبة بتحصل. الأضواء كانت بتطفي وتشتغل لوحدها، ورجة خفيفة كانت بتيجي من الطابق العلوي. الأطفال ما اهتموش وقرروا يكملوا لعب. كل واحد اختار مكانه وابتدوا يعدوا 1 2 3. بدأوا يعدوا بصوت عالي، لكن في وسط العد سمعوا صوت خفيف، صوت زغزغة زي الأطفال الصغيرين، لكن كان الصوت مريب. بدأوا يطلعوا لبعضيهم، عيونهم مليانة بالخوف لكن بيضحكوا عشان يخففوا التوتر. لما خلصوا العد وابتدوا يدوروا على بعض، واحد من الأطفال اسمه كريم شاف ظل صغير في الطابق العلوي. كان شكل الظل مش واضح بس كان فيه حركة. ببطء رافقهم الفضول وطلعوا السلم. لما وصلوا للطابق العلوي لقوا باب غرفة مقفول. الصوت كان جاي من ورا الباب. اطلعت عيونهم على بعض وقرروا يفتحوا الباب. لما فتحوا لقوا غرفة مليانة بألعاب قديمة، بس الغريب كان إن كل لعبة كانت شغالة لوحدها، كأنها في روح بتحركها. في وسط الغرفة شافوا عروسة صغيرة جالسة على كرسي، شعرها أسود وعيونها كبيرة. لما قربوا منها العروسة لفت راسها ورمشت بعينها. الأطفال صرخوا وجروا بره الغرفة، لكن كريم كان متأثر شوية. لما التفت لها العروسة بتبتسم له. بسرعة ركض ورا أصحابه، لكن لما وصلوا تحت اكتشفوا إنهم ضاعوا في البيت. كل الأبواب اتقفلت وكل النوافذ اتسدت. كانوا في حيرة، فكروا في خطة للهرب. قرروا يرجعوا للطابق العلوي يمكن يلاقوا حاجة تساعدهم. لما رجعوا العروسة كانت اختفت، بس الغرفة كانت مليانة بخيوط عنكبوت وكأنها لم تلمس من سنين. الأطفال بدأوا يتحركوا بحذر، لكن الصمت كان يخنقهم. فجأة سمعوا صوت ضحك أطفال، لكن الضحك كان مختلف، كان ضحك يشبه البكاء. مين هنا؟ نادى كريم بصوت مرتعش، لكن ما كانش فيه رد. بس فجأة كل الألعاب اتوقفت والضوء. خفتوا تماما، كانوا في الظلام دامس. الأطفال بدأوا يحسوا بالخوف وقرروا يجمعوا شجاعتهم. قالوا إنهم لازم يخرجوا من البيت، لكن في اللحظة دي العروسة ظهرت تاني، والمرة دي كانت ماشية على رجليها. انتوا مش هتخرجوا، قالت بصوت عميق. الأطفال كانوا متجمدين، بس كريم كان عنده فكرة. قال لأصحابه يلا نغني، وبدأوا يغنوا أغاني كانوا بيحبوها وعلشان يخدروا العروسة. وبالفعل العروسة اتجمدت في مكانها. استغلوا الفرصة وجاروا ناحية الباب، فتحوه وجاروا بره البيت. كانوا في حالة من الهلع، لكنهم كانوا بره. لما وصلوا للشارع لقوا نفسهم تحت القمر والنجوم بتنور السماء. اتنفسوا السعداء، لكنهم قرروا إنهم عمرهم مش هيرجعوا للبيت ده تاني. من ساعتها والقرية كانت بتتكلم عن الأطفال اللي هربوا من البيت المسكون، لكنهم عرفوا حقيقة واحدة، وهي إنه الظلام مش دايما آمن، وإن بعض الألعاب ممكن تكون أكتر من مجرد لعب.